ميسرة بكور مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات السياسية. أهلا بك سيد ميسرة. سيد ميسرة، تصريحات مهمة اليوم لقائد العمليات العسكرية أحمد الشارع إضافة إلى لقائه مع بيدرسن، كيف تقرأ كل ما قاله؟ حقيقة لفتني الكثير من النقاط. هو يتحدث بأولويات، حديثه مقسوم إلى قسمين: قسم متعلق بالخطاب للمجتمع الدولي، وقسم متعلق بالمجتمع الداخلي المحلي. يتحدثون مثلا على إلغاء التجنيد الإجباري، وهذا متعلق بالوضع الداخلي، ولأنه كان الكثير من الناس وخاصة من جيلنا كانوا يعانون 2.5 في الخدمة العسكرية، وهذا أيضا يلبي بعض متطلبات الدول الأخرى التي كانت تطالب بإلغاء التجنيد الإجباري أو تخفيضه. الحديث عن أولوياتنا إعادة البناء، تقديم الخدمات، الحديث عن ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية لأن الشعب السوري هو الذي يعاني من هذا. بالتالي هو يتحدث كرجل دولة يخاطب المجتمع السوري بأوجاعه بما يهمه من حياته اليومية، ويخاطب المجتمع الدولي بالأسلوب والطريقة التي يرغب المجتمع الدولي بسماعها منه. ولكن سيد ميسرة، عندما يتم الحديث عن إلغاء التجنيد الإجباري وضرورة أن يكون السلاح كله بيد الدولة، هذا ألا يجب أن يكون ضمن اتفاق سياسي، قيادة سياسية تقوم هي بوضع خطط لهذا الأمر، وأيضا تحضير العقيدة لهذا الجيش أو هذه القوات العسكرية التي سيتم تشكيلها؟ نعم أنا أتفق معك. طبعا ويجب أيضا أن يكون هناك وزارة دفاع هي من تقوم بهذا الأمر. صحيح، أنا أتفق معك، وأنا ضد إلغاء التجنيد الإجباري. يمكن تخفيضه ل6 أشهر أو شيء، يكون متخصصين، يعني المهندسين الأطباء يخدمون بالمشافي، المهندسين يخدمون بالمواضيع التكنولوجيا، ولكن إلغاؤه في ظل وجود دولتين طامعة وطامحة. الدول لديها مطامع ودول لديها مطامح، سواء من الجنوب أو من الشمال، بالتالي ولديها قوة كبرى. بالتالي كيف تلغي التجنيد الإجباري أو تلغوا الجيش؟ هذا ضد العقل. ولكن وأعيد وأذكر أن الحكومة التي يرأسها السيد البشير هي حكومة مديرين كما حصل معنا في عام 1939 1940 عندما كان لدينا دولة الرئيس بهجت الخطيب، حينها تم إلغاء الدستور وإلغاء البرلمان، وكانت حكومة مديرين أو ما يسمى اليوم بتصريف الأعمال. بالتالي هذه الحكومة لا يحق لها أن تصدر لا مراسيم جمهورية ولا إعلانات دستورية ولا شيء. هي مدير فني يسير حياة الناس، وبالتالي يجب التوافق على الأقل كتابة الدستور، والدستور هو يحدد عمل كل هذه أو تشكيل حكومة، الانتقال من حكومة المديرين إلى حكومة مؤقتة هي تستطيع أن تقوم بهذه الإجراءات. أما الحكومة الحالية هي تصريف أعمال فقط، تسير حياة الناس، ولا يحق لها أعتقد قانونيا ودستوريا أن تقوم بكل إلغاء الجيش أو إلغاء التجنيد الإجباري أو حتى ولكنهم علقوا الدستور، يعني دخلتم حالة ما يعرف بالأحكام العرفية وهذا الأمر. لم ندخل بالأحكام العرفية، يعني محاكم ميدانية وشيء، لم ندخل. ولكن بما أن الأشخاص الذين وصلوا إلى السلطة وصلوا نتيجة ثورة، الثورة تجب ما قبلها، أي تقطع بينها وبين الماضي. بكل الثورات حدث هذا، وليس إبداعا سوريا هذا الشيء. بالتالي تجميد الدستور حصل في مصر وحصل في تونس وحصل في، ولكن بما أنه ليس لدينا دستور وبما أنه ليس لدينا برلمان، وأنتم تقولون بأننا حكومة تسير أعمال أو حكومة مديرين كما كان في السابق، فبالتالي هذه الحكومة لا تستطيع لا إبرام اتفاقيات دولية ولا إلغاء مراسيم ولا إحداث مراسيم ولا شيء. هي مهمتها الآن تسيير حياة الناس والتهيئة والتوطئة لجان، مثلا لجان المتخصصة بقانون الأحزاب، اللجان المتخصصة بالإعداد للانتخابات البرلمانية، اللجان المتخصصة في الدستور، وتنقل هذه الصلاحيات في مارس آذار للحكومة التي يتم الاتفاق عليها من كافة أطياف الشعب السوري. تلك الحكومة، أو ربما الذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية مبكر كما حدث في مصر، ورئيس الجمهورية هو الذي يقوم بهذه الأعمال. أما نعم مديرين.
نعم، هو التقى اليوم، كان لقاء مهم جدا بينه وبين المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون. هو تحدث عن ضرورة إعادة النظر بالقرار 2245 نظرا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي. هذا التغيير وإعادة النظر بالقرار كم سيستغرق من الوقت؟ وكيف ستسير الأمور السورية التي كانت برعاية أممية طوال هذه السنوات الماضية، كيف ستسير؟ سيدتي، عندما سقط بشار الأسد كنت ضيفكم على القناة وقلت بأن 22/54 سقط بسقوط نظام بشار الأسد، ولكن الآن كيف سيتم تغييره؟ وقلت حينها إذا كنا نريد أن نعمل به فنحن علينا أن على مجلس الأمن أن يصدر بروتوكول إضافي أو شروحات أخرى. لماذا؟ لأن هذا القرار ينص على الحوار بين نظام بشار الأسد والمعارضة. اليوم ليس لدينا لا معارضة ولا بشار الأسد، لدينا ثوار جاءوا على الدبابة وقلبوا كل النظام، فيك تسميه انقلاب عسكري مثلا. بالتالي هذه القرارات لم تعد مقبولة. ولكن هناك نقطة مهمة في هذا القرار، أنا راجعت نفسي قليلا. بما أن هذا القرار يتحدث عن حوار سوري والسوريون يقومون بالعملية السياسية، قد يستفيد منه الفئات الأخرى غير السلطات الموجودة الآن في دمشق. بقية التيارات السياسية قد تستخدم هذه المادة من أجل، وهذا ما أكد عليه اليوم المبعوث الدولي، أنه وأكدوا عليه كل، حتى امبارح بالعقبة أكدوا على هذه المادة. لماذا؟ لأن هذه تجبر الحكومة الآن في دمشق أو السلطات الموجودة في دمشق، تجبرها على التحاور والتشارك بالسلطة من خلال 22/54. لذلك ربما هم يتوجهون من أجل تعديله أو إلغائه، بما أن هذا الموضوع كان موضوع سياسي، وما حصل في سوريا هو ثورة مسلحة، دخلوا بالقوة العسكرية إلى الداخل. نقطة أخرى سألتني عنها لم أعد أذكر. فلنقرأ بعض الأخبار سيد ميسرة ونكمل بعدها بحوار.